طبعا القوانين هي أساس أي دولة، واللي بيخالف القوانين بتاعت الدولة دي بيتعاقب. لكن الصراحة في قوانين ملهاش تفسير، أو ممكن يكون لها تفسير بس في الدولة دي. فتعال نشوف أغرب قوانين في العالم. تعالى بس تعالى تعال. بس خلينا قبل ما نبدأ أحب أعرف رأيك في الحكاية، فلو عجبتك حط لايك، ولو في أي مشكلة ممكن تنزل تحت في الكومنتات وتقولي عليها، عشان دوت بيساعدني في إن أنا أطور محتوى القناة وأقدم لكم الحاجة اللي بتحبوها. معلش طولت عليكم ويلا نبدأ. أول قانون معانا في سويسرا، واللي هو بيمنعك تستخدم الحمام بتاعك بعد الساعة 10 بالليل، لأنهم بيعتبروا صوت السيفون دوت نوع من أنواع التلوث السمعي. فأنت بقى لو حابب تخش الحمام بعد الساعة 10 بالليل، فأنت صرف نفسك أحسن، ويبقى تلوث بيئة أحسن برضه. وارتحت زي ما كنا عطشان وشربت. الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه؟ تاني قانون معانا في أثينا في اليونان. القانون دوت بيمنع البنات إنها تلبس أي جزمة بكعب في الأماكن الأثرية، لأنهم وهم ماشيين بالجزمة ديت بيعملوا صوت، وده بيخلي الناس اللي موجودة هناك ما تعرفش تستمتع بالمكان. تالت قانون معانا في إيطاليا، واللي هو ممنوع تأكل الحمام هناك. ولو انت بقى قلبك ضعيف وحاولت تأكل الحمام هناك هتدفع غرامة كبيرة جدا. والسبب في إصدار القانون دوت إن الحمام لما بيتجمع بيبوظ شكل الأماكن الأثرية هناك. القانون الرابع معانا في روما، واللي هو ممنوع تقعد على السلالم الأسبانية الشهيرة هناك. والحكومة أصدرت القانون دوت لأن الناس كانت بتقعد على السلالم ديت لفترة طويلة جدا وبيعطلوا حركة المرور هناك. فراحت الحكومة فرضت غرامة اللي هيقعد هناك من 160 يورو لحد 400 يورو. فأنت لو ربنا كرمك ورحت روما ما تقعدش هناك أحسن عشان توفر. القانون رقم 5 في سنغافورة، ممنوع تاكل لبان في سنغافورة. والحكومة منعت أكل اللبان عشان يحافظوا على أعلى معدل نظافة، لأنهم لقوا إن تكلفة تنظيف اللبان من الشارع بيكلفهم في السنة الواحدة 150,000 دولار، ودوت رقم كبير جدا بالنسبة للبان بس، فعشان كده منعوه خالص. سادس قانون معانا في فنزويلا، الرجالة هناك بتتحبس لو راجل ضحك لواحدة ما يعرفهاش. عايزك تتخيل كده معايا لو القانون دوت اتطبق في مصر، تقريبا اللي جوه السجن هيبقى أكتر من اللي بره. قولي رأيك في القانون دوت تحت في الكومنتات. سابع قانون معانا في استراليا، وخصوصا في ولاية فيكتوريا، ممنوع تغير لمبة بيتك هناك، ولازم تكون كهربائي ويكون معاك رخصة بكده كمان. وده مش عشانك ولا عشان سلامتك، ده عشان سلامة الكهرباء. فلو انت عملت كده وما معكش تصريح بكده فبتدفع غرامة حوالي 10 دولار. بس سؤال، بس هو انا لو غيرت اللمبة بتاع بيتي هم هيعرفوا منين؟ يا ست ام نيازي، صح نيازي يجيب لي البوليس. مبسوط؟ اتصدق. لو حد عارف يقول لي برضه تحت في الكومنتات. تامن قانون معانا في الدنمارك، ممنوع تسمي اسم ابنك اسم غريب، وبيدوك حوالي 7000 اسم تختار منهم. ولو حبيت بقى تسمي اسم غير ال7000 اسم دول، بتروح تقدم طلب للدولة، والدولة اللي ترفض لا تقبل. من وجهة نظري القانون دوت مش وحش قوي يعني. القانون رقم 9 في استراليا برضه، فلو انت عندك بار هناك الأحسن انك انت ما تحطش فيه أي كحول، لأن لو حد سكر هناك سواء زبون أو عامل بيشتغل هناك فاللي بيتحاسب هو صاحب المكان. وكمان ممكن الغرامة توصل إن هما يسحبوا الرخصة بتاعت المكان نفسه. فأنت لو في استراليا روح هناك اشرب شاي بالنعناع أحسن. القانون رقم 10 عند الراجل ده، أكيد انتوا عارفين، رئيس كوريا الشمالية. لو انت هناك ومحتاج تعمل قصة شعر جديدة، فانت لازم تروح تاخد موافقة الدولة، وهما يوافقوا أو يرفضوا، لا إما بقى تختار من الكام قصة اللي هما مديهم لك. عشان كده تلاقيهم كلهم شعرهم شبه بعض تقريبا. وانتوا طبعا عارفين الراجل اللي هناك ده اللي ما بيسمعش الكلام مفيش هزار. القانون رقم 11 في بريطانيا، وهو ده صراحة أغرب قانون انت ممكن تشوفه في الحلقة دي، اللي هو بينص إن هو ممنوع أي واحد يموت جوه البرلمان، لأن لو حد مات جوه البرلمان دوت بيكلفهم كتير جدا، جنازة رسمية ومصاريف، وهم مش عايزين يصرفوا الكلام ده كله. فانت لو انت هناك وحبيت تموت فاستأذن واطلع موت بره. وعلى فكرة في 4 ماتوا بس هم عملوا نفسهم مش واخدين بالهم. موضوع غريب أوي الصراحة. القانون رقم 12 في كندا، وده برضو قانون غريب جدا. لو في حرامي دخل عليك الشقة وانت نايم مثلا وحب يسرقك، ومعاه سلاح بقى ومعاه أي حاجة، وانت بطريقة معينة قدرت تاخد منه السلاح دوت وقدرت تأذيه سواء بالضرب أو أي حاجة تانية، وأخدت الحرامي ورحت للمحكمة، انت اللي بتتجازى مش الحرامي. على ان في اي حتة تانية المفروض انت مثلا تتكافئ والحرامي هو اللي يتحبس، لا في كندا غير. الحرامي هناك هيطلع عادي وانت تتحبس 3 سنين.
ده عشان الحرامي لسه عايش، لكن لو مات خلاص مش هتاخد حاجة. القانون رقم 13 في الصين، لو انت حبيت تاخد سيلفي مع بوذا اللي هو حاجة مقدسة عندهم، فانت هتدفع غرامة حوالي 1700 دولار. وده بسبب وانت بتاخد السيلفي هتدي البوذا دوت ظهرك، فدوت إهانة كبيرة للتمثال بتاعهم. فانت لو عايز تتصور قدامك حلين، يا اما تاخد الصورة من الجنب يا اما تاخد الصورة وانت وراه، على ان دوت اوحش اصلا، بس هو بالنسبة لهم عادي. وبس كده نكون خلصنا حكايتنا النهاردة في أغرب قوانين في العالم. لو أنت عندك قانون غريب ممكن تقوله تحت في الكومنتات، ولو لسه ما عملتش لايك انزل دلوقتي اعمل لايك، ولو أنت أول مرة تشوفني متنساش الاشتراك.